يا مساء السينما والجمال والضحكة اللي من القلب. اسمح لي النهاردة اخدكم في رحلة سريعة جدا مع فنان مش مجرد ممثل، ده صانع بهجة وهو ابو الكوميديا المصرية كلها، الفنان نجيب الريحاني. عارفين ان الريحاني ما كانش مصري اصيل؟ ايوه، ابوه كان تاجر خيل عراقي اسمه الياس، وامه كانت ست مصرية من اصل قبطي، وده بيورينا ان الفن ملوش جنسية. والفنان نجيب الريحاني مش هو بس الفنان المشهور اللي مش معروف ان هو مصري. الريحاني بدأ حياته موظف بسيط في السكة الحديد. تخيلوا فنان عظيم زي دوت كان مجرد ممكن يقضي حياته كلها في الدساكر ومواعيد القطورة، لكن الشغف غلبه وساب الوظيفة ده وبدأ رحلته مع المسرح. الريحاني مش بس بيضحك، ده بيعمل نفس اجتماعي، قلب الكوميديا كلها. وهو كمان مش بيعمل أدوار كوميدية بس، ده بيعمل نقد اجتماعي، قالب الكوميديا العظيم. ومين يقدر ينسى شخصية كشك باشا اللي هو عملها، اللي هو الباشا المفلس اللي مش عايز يعترف بأن هو فقير. وفيلمه الأخير اللي عمله غزل البنات، ده تحفة فنية، بس يا خسارة نجيب الريحاني مات قبل الفيلم ما ينزل دور العرض. اتوفى في يونيو سنة 1949، والفيلم نزل في سبتمبر في نفس السنة. دي نهاية درامية تليق بفنان درامي من الدرجة الأولى. الريحاني ساب لنا إرث ضحك كبير ما يتعوضش وما بيموتش أبدا. لما تحب تعرف يعني إيه كوميديا سودا ونقد كوميدي بيلمسوا إنسانية، شوفوا أفلامه. إيه أكتر شخصية عملها بتضحكك؟ الريحاني فنان ما يتعوضش. سيبولي الإجابة في التعليقات. سلام عليكم.